عمرك سألت نفسك ليه الكلمات الحلوة من الناس العاديين بتعدي علينا كده؟ نسمع أنت جامد، شاطر، زي الفل، ونرد بضحكة ونكمل حياتنا. لكن يجي صاحبك القريب يرمي كلمة باردة كده، إيه الشكل الغريب ده؟ وفجأة نضحك ونحس إن الكلمة دي أغلى من أي مجاملة. ليه؟ إيه السر؟ بصوا المشهد ده. بالشفاء مع تحياتي ليزلي. أشتاق إليك بابر. كان يجب على الباص أن يقضي عليك داروين. السر مش في الكلمة، السر في اللي قالها. لما تكون الكلمة طالعة من حد قريب، حد إحنا عارفين طباعه، حاسين بنيته واخدين عليه، حتى الكلمة البسيطة بتحمل معاني أكبر من حجمها. لكن الناس العاديين مهما قالوا كلام حلو، النية مش واضحة والقرب مش موجود، فالكلمة بتمشي من غير ما تسيب علامة. سؤال ليكوا، مين الشخص اللي كلمته مهما كانت بسيطة بتحسسكم بقيمتكوا؟ اكتبوا في الكومنتات. نصيحة النهاردة: الكلمة مش دايما بقوتها، الكلمة أحيانا بقيمة صاحبها. ما تنسوش لايك للفيديو وشير لصحابك اللي كلامهم بيخبط في قلبك، واشتركوا في القناة لو لسه ما عملتوش كده. كان معاكم معلومة على السبورة.